أغرب قرية ممكن تشوفها في حياتك. تخيل إنك عايش في بيت محفور جوه صخرة، لا طوب ولا خرسانة، مجرد صخور طبيعية. ده مش مشهد من فيلم خيال علمي، دي حقيقة موجودة في قرية صغيرة في إيران اسمها كندوان. إيه الحكاية وإزاي الناس دي عايشة في المكان ده بقالها مئات السنين؟ في الفيديو ده هنتعرف على أسرار القرية اللي الزمن وقف عندها، وكل بيت فيها ليه قصة مختلفة. استعد لاكتشاف مكان مش زي أي مكان أبدا. يلا نصلي على النبي واشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفونا، ولايك للفيديو، ويلا نشوف مع بعض قرية كندوان الإيرانية. القرية دي موجودة في شمال غرب إيران، في محافظة أذربيجان الشرقية، وبالتحديد على بعد 60 كيلو متر من مدينة تبريز. كندوان مش مجرد قرية عادية، ده مكان من عالم تاني. بيوتها كلها زي ما انتوا شايفين محفورة في الصخور البركانية، وده اللي بيخليها بتتحمل كل تقلبات الجو من برد وصيف. المذهل في القرية دي إن كل البيوت معمولة من أكثر من 700 سنة، ولسه لحد النهاردة في ناس عايشة فيها. نقدر نقول إن القرية دي واحدة من الأماكن اللي الناس قدرت فيها تتكيف مع البيئة بشكل مش طبيعي. وده مش زي بيوت الكهف اللي بنشوفها في الأفلام، دي بيوت حقيقية كاملة بغرفها وشبابيكها وأبوابها، لكن محفورة جوه الصخور. بيقولوا إن القرية دي بدأت في العصر البيزنطي، لما الناس هربت من الغزوات والحروب واختاروا يعيشوا في المكان ده لأنه كان مأوى طبيعي بيحميهم من أي خطر. وكل بيت في كندوان ليه طابع خاص، وفي بيوت فيها أكتر من طابق جوه الصخور. غير كده القرية دي بقت دلوقتي من أهم الأماكن السياحية في إيران. لو حابب تعيش تجربة مختلفة وتعرف أكتر عن الحضارات القديمة والتكيف مع الطبيعة، يبقى لازم تزور كندوان الإيرانية. بكده نكون خلصنا رحلتنا النهاردة في قرية كندوان. يا ترى إيه رأيكم في المكان ده؟ تحبوا تروحوا تزوروه؟ مستنيين تعليقاتكم، وما تنسوش لايك للفيديو واشتراك للقناة علشان يوصلكم كل جديد. شكرا ليكم ونشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.